انا ابني بعد عمر طويل ليه انا ووالده هيشتغل ايه؟ طب والله العظيم هتقعد تفرم الكتب فرم يا ولاد. سؤال صعب. والله العظيم هتقعد تفرم الكتب فرم. وهي ان الطالب ياخد قرار هل انا هكمل مع المدرس ده ولا لا. ان حضرتك رايك مرفوض في العمليه التعليميه، العمليه التعليميه دي حقي انا. هل التعليم اللي انا اتعلمته زي التعليم اللي اتعلم ابني او بنتي دلوقتي؟ حقيقي لا. احنا خدنا امل وعمر والجثه المشمشيه وكلام عبيط، كلام اهبل. مش هو ده التعليم فعلا. التعليم اللي اتعلمناه تعليم بسيط جدا. اللغة العربية. لقاءنا النهاردة مع معلمة من أكتر الناس نجاحا. بنتكلم على مادة اللغة العربية، مادة القرآن، مادة لغتنا وهويتنا العربية. النهاردة معانا ضيفة قدرت إن هي تضيف بصمة خاصة بيها مع طلابها، قدرت إن هي تضيف طابع خاص بيها. معانا ومعاكم النهاردة الأستاذة أميرة أبو الحسن. هنتعرف منها أكتر عن دورها مع الطلاب، والمهم الرسائل اللي هنوجهها خلال البودكاست النهاردة الخاصة بأولياء الأمور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة أميرة. سريعا عايزين الناس اللي ما تعرفش مس أميرة، وطبعا حضرتك يعني معروفة على مستوى سوهاج كلها، عايزين الناس سريعا كده تقدر تعرف مين الأستاذة أميرة أبو الحسن. أنا أميرة أبو الحسن محمد، مدرس اللغة العربية، مدرسة بالأزهر الشريف. بدأت التدريس من سنة 2005 والحمد لله رب العالمين لسه مكملين. خليني أسأل حضرتك سؤال يا أستاذة أميرة. إيه أكتر الحاجات اللي شايفة إن هي اتغيرت في التعليم دلوقتي عن زمان؟ التغيير في التعليم حصل من كذا ناحية. حصل من ناحية الطالب، من ناحية رؤية الأسرة، ومن ناحية المنظومة التعليمية نفسها. المنظومة التعليمية اتغيرت بأن بدأت الامتحانات تبقى مهمشة، الامتحانات تبقى مسربة. من ناحية الطالب باصص للتعليم بسطحية، باص ان التعليم دلوقتي ممكن انا اخده بمنتهى السهولة وبالغش واوصل للحلم اللي انا عايزه، وده طبعا غير صحيح. بالنسبة للأسرة، مجرد نجاح الطالب بغض النظر عن الامتحانات مهمشة ولا امتحانات قوية، الامتحانات مسرب ولا لا، هي فكرة ان ابنها واخد الدرجة النهائية شيء مرضي بالنسبة لها. بقى شيء مرضي لولية الامر ان هي هتشوف الدرجة النهائية، ما بصاش ايه اللي ورا الدرجة النهائية دي، ما فكرتش مع نفسها هو ليه الامتحانات بقت مهمش، ليه الامتحانات بقت مسربة، ليه التعليم بقى مهمش، ايه الغرض ورا كل ده اللي بيحصل في المنظومة التعليمية. بودكاست سوهاج النخبة، صوت العقل والشباب، بنناقش بنفكر بنشوف بعض أولياء الأمور يقول لك أنا اشتركت لابني في الدرس وأنا اديته الدرس، أنا دوري كده خلاص انتهى. شايفة ده إزاي؟ لا طبعا فكرة غلط خالص خالص. المعلم مهما قعد مع الطالب مش هيقعد زي ما ولية الأمر بتقعد معاه في البيت. هو المعلم بيقعد مع الطالب أيا كانت الحصة، لو وصلت حتى لساعتين، كم مرة في الأسبوع؟ مرتين ب4 ساعات. مش زي حضرتك اللي قاعدة معاه 24 ساعة. وجودك انت الاهم، لمساتك انت الاهم، انت اللي عارفه ازاي توصل لدماغ ابنك بطريقه اعمق. ففكره الاعتماد ان انا اديت حصه دي فكره اللي هي بتريح ضميرك، بتنيميه بطريق غير مباشر. بنشوف كتير جدا ممارسات داخل التعليم المصري زمان ودلوقتي، او بتدور حول هل الشده في التعليم مطلوبه ولا لا. لو اتكلمنا شده في التعليم، انا كنت لما باجي اتكلم مع اولياء الامور عن موضوع الشده بالتعليم فاكرين ان انا قصدي انك انت موتي ابنك، اذبحي. لا طبعا انا ما كانش قصدي كده خالص. انا كل فكره الشده في التعليم ان انا عندي اولادي، انا هتكلم لو انا اتكلمت انا عندي اولادي، في كل بيت في كل اسره الاولاد انواع. في طالب عارف مصلحه نفسه خلاص تمام الحمد لله، ده مش عايز مني شده، هو اصلا مدرك العمليه اهميه العلم بالنسبه له. في طالب تاني لا، هو طالب مش عايز الشده، عايز الضغط، عايز ان انا كل شويه افوجك، افكرك انك انت في مهمه اللي هي مهمه العمليه التعليميه. الشده مطلوبه اذا كان الطالب محتاجها، لكن افرض في طالب مش محتاجها، لا خلاص الحمد لله خير وبركه. لو طلبت من حضرتك تقولي لي ايه اكتر غلطه شايفاها موجوده النهارده على مستوى التعليم؟ نفس الفكره اللي اتكلمت عليها في اول نقطه وفي اول سؤال. الفكره ان احنا في غياب منظومه تعليميه صحيحه. المنظومه التعليميه اتدمرت بالكامل. الهدف منها مش مصلحه الطالب. الطالب اللي بص للتعليم بطريقه مهمشه، وان بدا يحصل على الدرجات النهائيه في المواد بطريقه بسيطه، فكره تسريب الامتحانات، فكره الامتحانات المهمشه، فبدا يستسهل العمليه التعليميه. ورضا وليه الامر بالدرجه النهائيه ايا كانت
الصوره التعليميه اللي قدامها برضو فكره خليتها بصه من خلاص انا ابني بينجح، انا عايزه ايه اكتر من كده. في نماذج كتير جدا موجوده في كل الاسر المصريه، وهي ان الطالب ياخد قرار هل انا هكمل مع المدرس ده ولا لا. من وجهه نظرك شايفه ده ازاي؟ اتعرضت ليها السنه دي حقيقي فعلا، يعني انا اتفاجأت السنه دي بامور كتيره كتيره جدا جدا ما كنتش واخده بالي منها السنين اللي فاتت. ليه؟ لان كانت عندي فئه معينه من الاولياء الامور اللي هي دماغهم زي دماغي، اللي احنا حاطين التعليم ده رقم واحد، حاطين التعليم قبل الاكل والشرب، حاطين التعليم قبل حياته الرفاهيه، حاطين التعليم هو رقم واحد في حياتنا، وان الطالب لازم ان احنا بنوجهوه بنفس دماغنا. يعني احنا اولادنا واولياء الامور اللي كانوا معايا لحد العام اللي قبل الماضي كانت دماغهم زيي، فما كنتش بتعرض لنفس الفكر. اكتشفت السنه دي، انا اكتشفت السنه دي ان العمليه التعليميه متسابه في ايد الطالب. هو ايد الطالب اللي بيقرر اذا كان يكمل على المدرس ده او لا، حتى لو كان المدرس بيسعى لمصلحته، حتى لو كان المدرس بيسعى لمصلحته، لا انا اتضغطت عندها، دي زعجت، لا دي شدت عليا، فبيجي بعد كده بياخد قراره لا انا اسيب المعلم. وليه الامر سايبه حريه القرار ليه. انا لو مش هتكلم عن نفسي، انا اتعرضت لاولادي فكر زي كده، ان هم اول ما يجي المدرس يضغط عليهم ويحاول يعصر عصر محترمه، لا احنا مش عايزين ده. انا كان دوري ايه؟ دوري لا ان حضرتك رايك مرفوض في العمليه التعليميه. انا مش مدي حريه اولادي خالص في العمليه التعليميه. انتوا حريتكم تختاروا الاكل اللي يناسبكم، اللبس اللي يناسبكم، المكان اللي تتفسحوا فيه، دي حقوقكم عليا، لكن ما لكمش حق في العمليه التعليميه. العمليه التعليميه دي حقي انا اللي كأم المسؤول عنها، انا اللي اقرر مين المدرس المناسب ليك او لا، انا اللي اقرر اذا كنت تكمل هنا ولا. انت في الموضوع ده مالكش حريه عندي خالص، لان وارد انك انت تكون حريتك تتعارض مع مصلحتك. وارد المعلم اللي انت رافضه ده يكون اصلا هو الراجل ده بيسعى لمصلحتك، او المعلم دي غرضه ايه في الاخر. لما كان يجي ولادي وتعرضت لحد من ولادي في الموضوع ده مرتين مع ولادي، لقيت ان انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو المدرس بيعمل كده ليه؟ عايز مصلحتكم يبقى انا معاه، وانت ممنوع اصلا تتكلم تاني على المعلم ده نهائي باي شكل من الاشكال. طول ما انا ارتضيته خلص الموضوع بالنسبه لي. يبقى حضرتك كأم جاوبي قبل ما تكوني مدرسه عن لا انا هنا بتدخل طبعاً. وبقول انا بحكي وجهه نظري كأم، كلام حضرتك صح، انا بحكي وجهه نظري كأم. انا كأم حريه التعليم دي مش سايباها في ايد ولادي اصلا. اقول لك ديكتاتوريه في الموضوع ده. المدرس اللي انا شايفاه كويس ومناسب وشايفه ان هو لمس فيه ضميره الصاحي بكمل معاه بغض النظر عن ابني مستريح ولا لا. انت مستريح مش في فسحه، انا مش رايح اوديك فسحه، انا رايح اوديك تتعلم. طول ما انا رايح اوديك تتعلم انت رايح في مهمه رسميه، مالكش دعوه حبيته كرهته ارتضيته ما ارتضيتهوش. انا شايفه اني انا مرتضيه ليك في العمليه التعليميه. كل الفكره اللي بيبص عليها ولي الامور اصل الطالب لو حب المعلم هيحب الماده، لا طبعا. مين قال كده؟ انا بتكلم كأم. لا طبعا. انت تحبي، يعني انا مع بنتي الكبيره اول ما جيت لي على معلم احد المعلمين فرحت قلت لها والله تحبيه تكرهيه احنا مالناش دعوه، احنا هنحبه هنعمل بايه؟ هنكرهه ليه؟ انا ليا المصلحه بتاعه العمليه التعليميه بغض النظر عن كرهتي حبتي، ده شيء يخصك انت. انا ليا المصلحه، انت هتحبيه وتكرهيه ده ملوش دعوه بالماده، حقيقي ملوش دعوه بالماده. انت هتأدي غصب عنك. نتائج وارقام ودرجات واسلوب المدرس ده داخل المنهج والعمليه التعليميه بالتقييمات الشهريه، هو ده الفيصلي. هو ده الفيصل. لكن حبيتيه كرهتيه ده شيء يخصك. كون ضغط عليك وانت شايفه الضغطه دي ضد رغبتك انت واهوائك الشخصيه، لا طبعا انت مرفوضه اصلا انك تتكلمي في العمليه التعليميه دي اصلا. حريتك مقصوره في حاجات تاني. انا كولي امر ببعت ابني الدرس، هل دوري من وجهه نظرك كأم وكمعلمه، هل دور ولي الامر بينتهي عند ان الطالب راح الحصه وخلاص روح، ولا في حاجات تانية ممكن نتكلم فيها؟ دور الام بيبدا لما يجي ابني طالع من الحصه واساله انت اخدت ايه وما يعرفش يقول لي حاجه، يبقى انت طالب مستهتر غير مستفيد. دوري ان انا ببدا انبش انت اخدت ايه في الحصه، قول لي جايت لك ايه المس، شرحت لك ايه، طب انت جاي فاقد كل الكلام، فاقد النطق مش بتقول ولا حاجه، يبقى انت قعدت في الحصه بتعمل ايه؟ لازم بركز مع الطالب. طب تعالى نذاكر الواجب، تعالى انا لازم اتابع، طب انت رايح الحصه تعالى اسمع ليك. دور الام لا ينتهي، مش مجرد ان الام ادت الدرس بنقول دورها انتهى. بالعكس، طول ما ابنك موجود في العمليه التعليميه انت مسؤوله لحد ما توصل ابنك لبر الامان. حلمك انه يبقى دكتور لحد ما توصليه لعيادته، حلمك انه يبقى مهندس لحد ما تفتحي له المكتب الهندسي. دورك لا ينتهي من العمليه التعليميه، انت مسؤوله
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. افهم من كلام حضرتك يعني انت النهارده رحت الدرس، تعالى قول لي اخدت ايه؟ طبعا انت فهمت حديث ايه؟ بين الطالب تعالى وولي ابدا حل الامر. الواجب بتاعك، لان الواجب لما بيتركن بيتنسي. ابدا حل، بسحب الكتاب ابدا حله قدامي، وانا ابدا اصح اشوف فعلا. ما عندنا كلنا اجابات في ورا الكتاب. هل هو عنده القدره ان هو يقدر يحل من غير طبعا ما حل. يبقى انت على فكرة طلعت فاهم، يبقى انت كنت مركز في الحصه، يبقى انت مستفيد. لا الصوره غير كده، يبقى المشكله عند ابنك، لان هو كان في حصه والمعلم القى المعلومه. دوره ان حضرتك بتجرسيه شويه، لا ركز، لا ابدا ركز. هنا في انا دافعه فلوس للمعلم ده، فدورك انك انت تتقي الله فيه وفي نفسك، وتيجي مركز من الحصه فاهم كل ما يدور في الحصه. بنلاقي بعض اولياء الامور بيتعامل مع شكاوي الاولاد ان هو حصل اختلاف في وجهات النظر او شد ما بينه وبين المعلم في الدرس. ده ولي الامر بيتعامل معاه المفروض ازاي ورد فعله المفروض يكون ايه؟ والله انا من الناس اللي كأم، يعني انا بتكلم مش كمعلمه، ان اول حاجه بالطبيعي بسمع للاخر، بس باجي في الاول في الاخر بسال سؤال لابني: هو النهارده زعق فيك ليه؟ ده شتمني. طب شتمك ليه؟ يعني انت معقوله كنت ملتزم في اثناء الحصه وكنت مركز معاه وكنت مصغي ليه وهو افترى عليك؟ اكيد في حاجه انت عملتها. هو اكيد مش مبرر ان المدرس يهاجم طالب هو مستفيد منه ماديا. ده منطقي بقى وعقلي في طريقه التعامل مع اولادي. هو المعلم مستفيد انت منك ماديا، تمام، وانت حضرتك مستفيد منه علميا. يعني هو حريص عليك، فلما يزعج او يشتم عمل كده ليه؟ ايه مثلا عايز يخسر طالب كده؟ طلعت في دماغه والله الطالب ده عايز يفتري عليه. اكيد حصل من ابني حاجه او بنتي، اكيد حصلت حاجه. مش معقول المدرس جم مره واحده زي المجنون راح عاش في ابني، لا مش منطقيه. فبيبقى ده دايما تفكيري مع اولادي: ايه اللي صدر منك؟ لان بالطبيعي وبالمنطق ان مفيش اي حاجه ما بين المدرس وما بين الطالب. حقيقي غير عمليه تعليميه. بغض النظر اني معلمه، والله العظيم مع اولادي الاربع في المسيره التعليميه، حقيقي والله العظيم في حياتي ما جيت مع اولادي ضد المعلم، لان انا دايما اقول مصلحه المعلم. ده راجل مستفيد منك ماديا وحريص عليك انك تقعد عنده، فكون يشتمك او يزعج ليك اكيد انت عملت حاجه غلط، اكيد قصرت، اكيد تجاوزت حدود الادب، اكيد. فدايما جايه على اولادي علشان اكسر فيهم حته الشكوى. ما انا لو فضلت كل شويه انا مسلمه له وداني، النهارده المدرس قال لي بخ، النهارده بص لي بعينه، النهارده بحلق لي، لا انا مش هخلص. فبموت فكره فيهم الشكوى. ان طول ما انت ملتزم، طالب ملتزم بالادب ومركز معاه في الشرح وبتذاكر ليه، انت هتتحط في جراس. غير كده يبقى العيب فيك انت. جزء من الحكايه. بودكاست سوهاج النخبه دي البدايه. كتير جدا مرت على حضرتك في نجاح الطالب، ذكائه ولا في عوامل تانية غير كده؟ الطالب الذكي ممكن ذكائه يوصل لاي حاجه عظيم. مرت عليا طلبه مجتهدين وعندهم عوامل تساعدهم على التفوق وصلوا قبل الطالب الذكي. في طالب ذكي مش بيستغل ذكائه مع اسره غير مدركه للعمليه التعليميه مش بيكمل. في طالب مجتهد وام عندها وعي وعندها حلم في ابنها. ممكن الذكاء هنا خلي بال حضرتك يحوله ان هو واثق قوي من نفسه فعلا حصل وهو ذكي حقيقي. فهم ده كله في الاخر ويلاقي نفسه حقيقي خد صدمه كبيره جدا، والناس اللي حواليه اتصدمت. 4 سنين ايام الثانويه العامه، من 4 سنين كنت بتناقش انا وبنتي في الكلام ده، فكنت اقول لها فلانه وفلانه وفلانه مش هتجيب مجموع حقيقي، مع انهم اذكياء جدا. اقول لها لان الغرور واخدهم، ذكائهم واخدهم. الطالب المجتهد عندها ست عندها وعي، مكافحه في العمليه التعليميه، طالب عنده حلم مصر انه يوصل، هو ده اللي بيوصل، هو ده اساس النجاح، هو ده اساس تفوقه. شغاله مع الطلاب على مدار السنه خلال الترم الاول والثاني، في مجموعه من الايجابيات والسلبيات ظهرت قدام حضرتك. هدفنا ان احنا نوضح الايجابيات دي كالناس، هدفنا ان احنا نعمل سبوت على السلبيات ونحاول ان احنا نغيرها. ممكن اعرف من حضرتك ايه هي السلبيات والايجابيات دي؟ من ضمن الايجابيات ولية امر، طبعا انا ببعت قبل ما ابدا العام الدراسي ببعت ريكورد لاولياء الامور بتكلم فيه عن طريقتي اثناء التدريس، ايه المطلوب من ولية الامر وايه الخطوات اللي هنمشي عليها طوال السنه. لغط فكره التواصل بين اولياء الامور ما بحبهاش الا للضروره القصوى. يعني ايه الضروره القصوى؟ يعني حضرتك ابنك ما فهمش درس تبقى تتواصل معايا تحت امرك اشرحه لك تاني على بيني وبينك على الخاص. لكن ببعت ريكورد كنوع من الاريحيه، اللي هو خلاص حطينا النقط على الحروف، نبدا السنه الدراسيه
بدون اي لغط بيننا، بدون اي مشاكل. انا في سكتي وانت في سكتك، انت عارفه ايه اللي عليك وانا عارفه ايه اللي عليا، حقوقنا وواجباتنا عرفناها. فمن ضمن الريكورد كنت بتكلمت فيه على نقطه ان متابعه الطالب اثناء الدراسه. اتفاجأت بولية امر بتبعت لي ريكورد. عايزه اشكرك لان انا كنت في حيره من امري. ايه الحيره من امرك؟ جيت لي كنت بهاجم في ان انا بتابع ابنها كان داخل السنه دي كان اولى اعدادي، هو السنه دي باذن الله طالع معايا تاني اعدادي. فجيت لي كنت بتهاجم من جرايبي، ازاي ابنك كبر ولحد دلوقتي لسه بتذاكري له ولسه بتتابعيه؟ انت اكدتي لي ان انا ماشيه على الطريق الصحيح، انت كده اكدتي لي ان انا ان هم اللي بيقولوها الغلط. رحت قلت لها انت صح مليون في الميه، والناس دي مضلله، اوعي تسمعي لكلامها. فكره انك تبقي في ظهر ابنك وسند ليه اثناء العمليه التعليميه ده شيء مطلوب. قلت لها مثال بسيط انا هقوله لك. ايه الفرق ما بين طالب الله يعني وربنا يحفظ كل الامهات فقد امه وطالب امه عايشه؟ ايه الفرق؟ الفرق ان الطالب اللي امه عايشه دي وفي العمليه التعليميه قلت لها الموضوع التعليم غير زمان خالص. انا اتعلمته زي التعليم اللي بيتعلمه ابني او بنتي دلوقتي حقيقي لا. احنا خدنا امل وعمر والقطه المشمشيه وكلام عبيط، كلام اهبل. مش هو ده التعليم فعلا. التعليم اللي اتعلمناه تعليم بسيط جدا. من كي 1 بياخد حاجات عقيمه وحاجات صعبه. اذا ما كانش دور الام يظهر وتساند ابنها في العمليه التعليميه الرحله الصعبه دي، حضرتك ايه اللي افتكره لك انا كابن لما اكبر؟ انت سبتيني بواجه بصارع الحياه مع نفسي. انا بعتبر ان العمليه التعليميه هو طالب بيصارع الحياه، فانت حضرتك سايباه بيصارع الحياه مع نفسه. تاني او وجهه نظر تانيه بتقول ما بعد الطالب ما يخلص مرحله الثانويه العامه ويبدا ان هو جات كليته في مكان بعيد، فهو كده اصبح مغترب، هو ما فيش حد هيبقى معاه، تمام؟ هيعمل ايه دلوقتي؟ هو انا طول ما انا ماشيه مش بحط ابني على الخطوات الصحيحه، انا بمشيه في خطوات صحيحه، بداركه. انا طول النهار بتكلم معاه، انا طول النهار بحاول بخليه يتعلم ازاي يذاكر. انا طول المسيره التعليميه دي انا بنمي فيه. بمجرد ما يبدا يغترب هو خلاص خد كل النصايح، خد كل خبرات، عدى فتره او طبعا مرحله طبعا غير طالب انا سايباه. انا سايباه قارع العمليه التعليميه. العمليه التعليميه صعبه. قلت لها انت صح، دول ناس مضللين، دول ناس كسولين. كل واحده كسوله عايزه تريح ضميرها. ابني كبر خليه يعتمد على نفسه. اعتماد ايه؟ اعتماد ايه؟ ده انت لا مؤاخذه لو الست اتدربكت عليك الشقه بيجيب واحده تساعدك في التنظيف. فما بالك ابنك بقى لما يعني تحط فوق دماغه 5 مواد، رياضه وانجليزي وعربي ودراسات و5 مواد بيفضل يذاكر فيهم وحده. سايباه كده وحده ليه؟ احنا كستات لما الدنيا بتصعب علينا بنجيب اللي يساعدنا. والطالب ده فين اللي يقعد يفكر معاه؟ فين اللي يسهر معاه؟ فين اللي طبطب عليه؟ فين اللي يقول طب تعالى اعمل لك جدول، طب تعالى اسمع لك الدرس ده، طب تعالى ايه السؤال اللي مش فاهم، طب تعالى نفتح يوتيوب نشوف الماده الصعبه دي ايه اساسها، طب تعالى ممكن انا اروح للمدرس وعشان فيه بكل ذوق اني اعيد لك الدرس مره تاني. شاركيه، حسسيه. الحاجات دي بتفضل ذكرى بعد كده لاولادنا، حقيقي بتفضل ذكرى. بفضل اتذكر انا مع نفسي ما بتذكر والدي الله يرحمه لما كان يجي علي وانا في الثانوي الازهري وانا بذاكر علي، لما كان يجي يقول طب انت عايز سندوتش اعمله لك دلوقتي. كل دي ذكريات محفوره جوه ذاكرتي مع والدي. ذكرى لاولادك. الذكرى دي ايه؟ مراحل التعليم الصعبه اللي ممر بيها. فقلت لها انت على الطريق الصحيح، كملي، مالكيش دعوه بالفئه المضلله الكسوله اللي بتجمع مبررات لنفسها. فكره ان الطالب لما هيعتمد عليا انا، ما هو بعد كده خلاص يعتمد. مين قال؟ هو مش هيعتمد عليك، ده انت بتحطيه على الخطوات الصح، انت بتشاركيه رحله الحياه، انت بتسيبي ذكرى ليه. لازم تعمل فرق ما بين طالب محروم من الامومه وطالب عنده ام. هو ده الفرق الشاسع بين الاثنين. ربنا يا رب كل من اتحرم من ام يعوض ربنا خير في دراسته، واللي معاه ام ربنا يبارك له فيها ويحفظها له. من الايجابيات المره الثانيه ان كنت في المرحله الاعداديه طلبه جايالي في ثالثه اعدادي لاول سنه، مش عندي خالص خلال سنين التعليم اللي فاتت. فبدات اتكلم معاهم ان التعليم ده مهم. الطلبه كانت داخله فكره التعليم ده مش في دماغهم اصلا، حلم بكره. يعني انا لما كنت اسال ماشي وخلاص في الحياه بيطلع العظيم. سنه بسنه قسما بالله حقيقي هو عادي ماشي مع الماشيين طبعا. راح فين؟ راح الدرس جاي من. فبدات اصطدم بالواقع ان الطالب وصل لثالثه اعدادي هو مش عارف بيتعلم ليه. هو ما عندوش حلم، عنده هدف مش عارف يعني مع الطريقه التافهه اللي ماشي بيها في الحياه والعمليه التعليميه مش عارف ان مش هيوصل بالطريقه دي. فبدات اتكلم معاهم عن اهميه العلم، بيعمل قيمه للانسان. بدات اتكلم ان حلمك ممكن توصل له بس بشويه عزيمه واراده.
حقيقي الموضوع ده غير خالص خالص من طلابي. انا اكتر ناس فرحت بيهم السنه دي بتوع ثالثه اعدادي لما بداوا يفاجئوني ان احنا بداوا يتغيروا حقيقي. كل واحده تقول لي انا يا مس بقيت طموحه وان شاء الله باذن الله عايزه اوصل ابقى كذا، واحده تقول لي يا مس انا والله العظيم نفسي ابقى دكتوره. كلامك حمسني، كلامك شجعني ان انا اكون انسانه محترمه وليا قيمه في الحياه. ده دور كبير جدا على المعلم ان هو يقدر يقوم او يعدل حاجه في الطلبه خارج موضوع، هو مش مسؤول عن الموضوع ده ولكن هو بيعمل الموضوع ده من وازع ان هو شايف ان دول اولاده بيبقوا ناجحين. حقيقي انا ربنا العالم انا مش البيزنس اللي هو انا بتعامل مع الطالب كانه ابن من اولادي، ببقى مهتمه علميا واخلاقيا زي ولادي بالظبط ببر الامان. وحكيت له مواقف كتير. يعني انا مثلا كنت مره بجيب ورق بنتي من طب المنيا لطب سوهاج، ماشيه فعلا في كليه طب سوهاج. كنت يعني متوهه كده وزعلانه وخايفه الورق يكون ناقص، خايفه الدنيا تتعطل، يعني 100 فكره في دماغي مشوشه، خايفه ما اعرفش اجيب بنتي من طب المنيا وماشيه مش مركزه خالص خالص. فبس شايفه زحمه طلاب قدامي بس مش مركزه، مشوشه التفكير. فلقيت حد بيجري عليا بيجري مني، يا مس انت مش عايزه حاجه يا مس، انت جايه هنا في حاجه معاك بذمتك يا مس مش عايز حاجه. فرحت بصيت له كده قلت له حبيبي انت هنا؟ قال لي ايوه مس انا دخلت اولى طب مش عايز حاجه. قلت له عاوز ايه اكتر من اني اشوف طلابي وصلوا الكليه؟ حقيقي الطالب ده كان عندي في ثالثه ثانوي عليه في المذاكره واشد عليه جدا جدا وكنت قاسيه عليه صدفه في جامعه وكنت انا شديده في العلم على طلابي، ببقى شديده على اولادي. هدفي ان الطلاب دول في يوم من الايام يوصل بر الامان. لما يجي طالب زي كده يوقفني يقول انت عايز حاجه، قلت له وانا عاوز ايه اكتر من اشوف ولادي في كليه الطب؟ طب جاي ليه؟ قلت له ده انا والله بنقول ورق بنتي دعواتك ليا، انت مش عايز حاجه؟ قال لا يا مس والله انت اللي عايزه. طب عاوز ايه؟ هو ده هدفي، ان كل طالب عندي يكون انسان محترم بعد كده في المستقبل، ان يكون ليه مكانه محترمه. لو كل ولية امر بس فكرت مع نفسها انا ابني بعد عمر طويل ليه انا ووالده هيشتغل ايه؟ طب والله العظيم هتقعد تفرم سؤال صعب عظيم، هتقعد تفرم الكتب فرم. امر فاكره ان الغش اللي بيحصل ده هو لمصلحه ابنك تبقي مغيبه، يحصل ده ضد مصلحه اولادنا. الطالب بيبقى على الغش والتسريبات لحد ثالث ثانوي ويعدي، بيدخل كليه الطب، كليه الطب بيدخل فيها الافات مؤلفه، بيطلع منهم يصفصف على 200، يعني تدخل 1200 الدفعه، يتبقى 200 يكملوا، وال1000 دول يوجعوا من اول الارقام فعلا. ما سالتيش نفسك ايه اللي هيطلع لا قدر الله ابنك في يوم من الايام؟ اعتمد على فكره الغش، ان المخ ده صد من قله المذاكره. ما هو سنه ورا سنه ورا سنه المخ صد من قله المذاكره. احنا هنطلع على نمطنا الصحيح، هنتقي الله وهنذاكر وهنعمل اللي علينا وندخل بشرف امتحاناتنا ونذاكر علشان لما نوصل ان شاء الله لكليه محترمه نكمل فيها. لكن عايز اقول لكل ولي امر اللي بيحصل في البلد من فكره تهميش التعليم والامتحانات المسربه والغش ضد مصلحه ولادنا، بتخلي الطالب ووليه الامر مغيبين لحد ما يدخل الكليه اللي حضرتك بتحلم بيها تلاقي ابنك من اول سنه طار منها. فكان من ضمن الايجابيات ان الحمد لله بفضل الله قدرت مع شريحه كبيره جدا اغير فكرتهم عن التعليم، وان التعليم ده شيء مهم، وان اهم حاجه هدفنا في الحياه. كتير ناس مسكت فلوس حقيقي لا تذكر في الحياه، وان الناس اللي فاكره ان الفلوس اهم ابدا. مكانه وفلوس الاثنين، العلم بيعمل الاثنين، بيعمل المكانه. كتير ناس انا قابلتهم في حياتي والله دكاتره موجودين في سوهاج قسما بالله اعلام سوهاج كانت بدايتهم طفولتهم، يعني دول معرفه شخصيه من بلدي، طفولتهم وبدايتهم فقراء معدمين. تعالوا شوفوا دلوقتي اللهم بارك اللهم بارك يا رب زيهم. حاجه بقى الغنى الفاحش بسبب العلم. يبقى العلم ده هو الطريق الوحيد للقيمه والمال، هو اللي بيصنع للانسان القيمه والمال في الحياه. دي كان من ضمن الايجابيات فكره ان طريقه المذاكره والحفظ والتسميع والاهتمام خلت اولياء الامور ماشيين زي في كل المواد. يعني واحده جت لي انا اعتمدت طريقتك بتاعت وليه امر، اعتمدت طريقتك في العربي زي ما انت بتعملي، وبدات اذاكر زيك في كل المواد. بدات انا بعمل جدول لطلابي، بعت ريكوردات توعيه لاولياء الامور، بفضل اشد من ازرهم وكمان اوقات اشد بصراحه لما الاقي في تقصير افضل زي كده افوجهم. لا يا جماعه احنا عندنا مهمه، احنا ماشيين في الحياه هدفنا ولادنا، عشان في يوم من الايام لما ربنا يكرمه ويوصل بر الامان بعد عمر طويل لما نموت يجروا لنا الفاتحه يقول لك الله يرحمه والله ما قصر معايا لا بجهد ولا بمال، خليهم يفتكرونا ويترحموا علينا. بدل ما يجي في يوم من الايام يجي ولي الطالب بعد عمر طويل الام عملت ايه؟ طب ما انا كنت طايش، مش ليه؟ ما انا كنت في سن المراهقه، سمعت كلامي ليه؟
ليه؟ ما هي وعدتنيش بخبرتها. لو كنت فاكره ان الطبطبه والحنيه على الطالب المقصر هو ده الصح، يبقى انت غلطانه. مفيش ابن هيبقى عاق في يوم من الايام لو انت شديت عليه والطفل صغير، ومفيش ابن لما تطبطب عليه هو ده ضمان البر ليكي لما يكبر. ما حصلش. لا الطبطبه والحنيه ضمان البر في حاله تقصير في العلم، ضمان العقوق لما يكبر. انت بتربي صح وبتأدي مسؤوليتك لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انت بتوعي وبتربي وبتعلمي، والنتيجه عند الله سبحانه وتعالى. بس الممتع من اللي عليك. اما السلبيات كتير خالص، السلبيات كتير. يعني اتعرضت لسلبيات كتير خالص. صوت الحق بيعلى، نظرة النخبة للفكرة بنجلى، هنا سوهاج النخبة، هنا الأصل سلبيات بس ايه يعني نقلنا كده شويه سلبيات يكونوا ايه؟ يعني انا افتكر ان تم الهجوم عليا في السنتر لمجرد انت شتمت بنتي. يا راجل، يا ايه ده انا اجرمت، شتمت وايه يعني؟ انا بشتم ولادي، ولولا ان انا محروجه عليها، لولا ما شتمت، انا معدومه الضمير اقسم بالله حاسبها كده، هبقى شايفاها سرحانه ومش مركزه ومش مذاكره، واقول انا مالي وانا هخاف عليها اكتر من اهلها. ودي فعلا انا اتنصحت كده، يعني في بعض من المدرسين نصحوني كده، ما تتحرجيش على العيل، مالكيش دعوه، اللي يذاكر ذاكر وما يذاكرش ما يذاكرش. طب ولما اتحاسب عليه يوم القيامه، لما ربنا سبحانه وتعالى يسالني على الامانه اللي اتحطت في مكاني، اقول له ربنا ايه؟ انا بكافح مع العيل، بقومك، والله اتقومت بالادب اهلا وسهلا، ما تقومتش بالادب لا انا هشد عليك وهجيب ولية امرك. انا كتير استدعيت اولياء امور، شرفيني لو سمحت عايزاكي. تستدعيهم في السنتر عند حضرتك طبعا وتتكلمي معاهم ونقعد، انت مقصره ليه؟ ده انا عندي ستايل. قلت له ماله؟ يعني مش معنى انك انت جبتي سته يبقى تظلمي حد. كافحي مع عيالك. فهي مش قادره طبعا. واحده ثانيه، انا ثانويه عامه، انا عندي طفل، انا اعذار كتيره، وفي كل مره رقيبي ربنا اقعد واقول لها اعمل لها جدول كذا واعملي كذا كذا وما تقصريش عشان في يوم من الايام ما تبقيش مدانه، وافضل انصح ووعي كتير. كنت ادي من وقتي لاولياء الامور، اعمل لهم استدعاء واتكلم معاهم ان انت في الاول وفي الاخر انت المدانه قدامي. الطالب ده مش عارف طريق مصلحته، انت المفروض اللي تبقي المهتمه بيه مش هو. يا قلبي عنده مغريات كتيره في الحياه، عنده اصحاب والعياذ بالله ربنا يكفينا شر اصحاب السوء. اصحاب السوء من ناحيه، الغش من ناحيه، الامتحانات المهمشه من ناحيه، الموبايلات من ناحيه. طفل بيتعرض لضغوط كبيره، دورك انت اللي تنقذيه من اللي بيحصل معاه ده. دورك انت اللي تحوطيه بحبك وحنانك واهتمامك، ما تسيبوش لكل ده يضيع وفي الاخر تقول انا عندي. كلمه انا عندي دي مش هتبقى شفيع عليك مع ابنك لما يكبر، مش هتبقى شفيع عليك، بالعكس هيحطك في موضع الادانه. كتير اتقابل معهم اولياء الامور، لا سلبيات كتير. واحده والله يا مس احنا كان نفسي نكمل معاك، والله العظيم نسابك، لان هي سايبه الحريه التعليميه في يده هو. يعني ده طالب يمشي وهي ما قدرتش خلاص بس انا زعلانه عليك. انا زعلانه مجوره اني ماشيه، هلاقي فين في اخلاص يعني. ايوه قعدت اضغط عليها بقى لازم تذاكري لابنك، لازم تذاكري، معلش لازم تذاكري. راح جت مره استاذنت، قالت لي مس انا مسافره باذن الله، اول ما اجي هسافر بابني استاذنك، اول ما اجي باذن الله خطوه جديده وهبدا اذاكر له. ما شفتش وشها تاني ولا ابنه. ما انا بقول لها بقى ذاكري واهتمي وحرام عليكي. كمان المدرسه دي انا ما صدقت اتخرجت من الجامعه هي ترجعني تاني. شفت وشها تاني. واحده تيجي تقول لي انا تعليمي بسيط ما افهمش. انا حضرتك بتدي درس ليه الامور مع بعض حقيقه اقسم بالله انا السنه دي عانيت الامور، والله العظيم كنت بحاول ان انا اوصل لهم فكري. انا بحس ان الدروس الخصوصيه مكسب مال، بس في نفس الوقت انت ممكن تكسب بيها الدنيا والاخره، تكسب بيها طالب توصل لبر الامان فيفتكرك دايما بالخير. انا افتكر مدرسي بتاع الكيمياء الله يرحمه الاستاذ مصطفى، افتكر بكل خير. كنت في البدايه في ماده الكيمياء يعني ما كنتش احسن حالا، فلما لقى الدنيا مش مظبوطه معايا. وقت ما انت كنت في الثانويه العامه، ثانويه ازهريه، كنت ثانوي الازهريه، كان ده المدرس اللي انت كنت بتتابع معاه؟ حقيقي بذكره بكل خير، يعني بقاله سنين طويله الله يرحمه، بذكره بكل خير لاني قاعد ينصح فيه ويقوم فيه ويعلمني طريقه المذاكره. احنا في الاول وفي الاخر مش قاعد لينا غير الاثر الطيب، سواء تقبلت مس اميره بعيوبها بمميزاتها، في الاخر مش عايزه غير مصلحتك. فتيجي بعد كده لا السلبيات، بقول لك ان وليه الامر بتتلكك ان مثلا تعليمها مش احسن حاجه، وان انا تعليمي مش عالي، ان انا مش بفهم في النحو. طب انا كنت اموت عليهم الفرصه، بعمل ايه؟ ابعت ريكوردات شرح اللي اشرحه في الحصه، اروح بعتها على الواتس واجي اقول لهم ايه كمان برضه عشان احط اللي ظبطت عليها هو والف الحبل حوالين رقبتها. اقول لها واللي ما يفهمش يبعت لي على الخاص، انا صح ما بحبش التواصل، لكن حقك تقولي لي يا مس انا ما فهمتش قوي، في حاجه هنا مش واضحه، اشرحوا لي اشرحوا لي وانا اشرحه لك. استجابت ليا والله العظيم، وكانت تبعت لي على الخاص اشرحي لي ده كذا،
اشرحي لي دي كذا، كنت اتجاوب انا مع وليه الامر. طول ما انت مهتمه بالعمليه التعليميه عينيا ليكي، تأمريني شرح اساعدك، خبره اديها لك في الحياه، طول ما انت محبه للعلم انا معاكي. برضو من ضمن السلبيات فكره ان الام راميه ودانها لابنها، دي زعجت، دي شتمت، فتيجي اقول لها حبيبتي انا من الاول موضحه الامر، انا ست صارمه في العمليه التعليميه، انا واخده الموضوع على قلبي بزياده، كونك اني مش حاسه بالنار اللي جوايا وخوفي على ابنك ده شيء يخصك، لكن انا ضد انك انت تحاسبيني لاني رقيب ربنا، انا خايفه على ولدكم اكتر منكم، وانا هقنعك ليه؟ انا ابنك شايله ليه ماده، فانا حريص على الماده دي وحريص على الطالب، لكن انت حياتك مليانه بابنك وابنك الثاني وبنتك الثالثه وعملك وشغلك وبيتك، فانت عندك مشغولات كتير، لكن انا عندي ابنك بس اللي هو جاي لي منك، فانا اكتر تركيزا وحرصا عليه. فلما اجي اخاف واقلق على ابنك، احترمي خوفي، احترمي خوفي ومصلحتي وخوفي على مصلحته، لان انت جايبه لي امانه في رقبتي، فانا خايفه على الماده دي، خايفه عليها عشان، وخايفه عليها عشانك، خايفه عليها عشان نفسي طبعا اكيد. فده الحمد لله يعني السنه دي لا شفت كتير، الحمد لله كتير الواحد ده ربط بيه وكتير حصل صدام، لكن برضو اقول ان الفئه اللي قعدت معايا واتحملت في الاخر والله العظيم شكر قد كده. يعني انا كانوا يبعتوا لي نتائج وليت لما تقول تعبنا اثناء السنه الدراسيه وانك كنت شد علينا وعلى اولادنا، بس يكفي ليله الامتحان انا ما شلتش هم الماده، يكفي ابني داخل امتحان الماده الوحيده اللي داخلها بشرف، حافظ هو واثق طبعا وعارف انا مسمع لك الكتاب من جلده لجلده، وهم واثقين فيه وعارفين طبعا ان هو انا خلاص. انا بسمع لك الكتاب من جلده لجلده، قصص ببلاش تسمع اجباري، ولو غبت ما تدخلش تاني، انت لازم تسمع، انت لازم تحل قطع نحو، انت لازم انت لازم انت لازم، وببعتك ريكوردات شرح وعامله المستحيل ليك علشان اريحك في الماده دي. فبرغم اني كنت ضغطان في الماده، لكن النتيجه الحمد لله كانت الحمد لله بفضل الله لصالحي ولصالحهم. في حاجه بتميزه، ايه المميز في استاذه اميره؟ انا فعلا الكلام ده يشهد عليا اللقاءات على صفحتي، الحاجه اللي اشكر نفسي فيها اخلاصي في الماده، الطالب، حبي للطالب زي اولادي بالظبط. يعني انا لو مدرسه ومعلم انانيه والله ما يهمني غير الماده العلميه، القيها وخلاص، واللي يفهم يفهم، ما يفهمش ما يفهمش، لكن والله حرص عليهم زي اولادي، ضميري اللي ماشيه بيه واخلاصي، انا بعتبر دول ربنا مش ميزه في شخصي، لا لا لا، رب اني لما انزلت اليه من خير فقير. يعني جاء الشاعر بيقول ايه؟ فاذا رزقت خليقه محموده مخصم الارزاق، يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني بالحاجه دي، ده رزق شطاره مني. فكره الضمير والاخلاص الحي، الضمير الحي والاخلاص اللي انا ماشيه بيهم مع الطالب، ده رزق من الله سبحانه وتعالى من عليا بيهم. الولي الامر الحمد لله رب العالمين، ولي الامر والطالب اللي عندي استفاد من الموضوع ده، استفاد من الرزق اللي ربنا اداهوني، اللي بيميزني ضميري الحي واخلاصي للطالب، حبي ليه اني اشوفه هو واولادي في اعلى المناصب. حقيقي ده حلمي، حلم كل طالب دخل عندي السنتر في يوم من الايام تكون انسان مميز، تكون انسان ليك مكانه في البلد دي، تكون انسان محترم، تيجي في يوم من الايام تقابلني وانا بفتخر بيك. بتوجع جدا والله العظيم، انا كنت اوقات اسمع للطالب من كتر الزعل والعصبيه احس دموعي ممكن تنزل من الجهر عليه. فحقيقي والله انا في اوقات من كتر ما بتعصب ان انا الطالب ده جاي لي مش مذاكر، انا كنت احس الوجع في قلبي، دموعي هتنزل من الجهر عليه، واقول له ما فكرتوش في بكره؟ فكرتوش في بكره هتبقوا ايه؟ اتقوا الله في نفسكم. يعني انا قلبي بيوجعني على الطالب قوي قوي، كانه ضنايا اللي قاعد قدامي. فانا بعتبر الحمد لله بفضل الله الرزق اللي ربنا من عليا بيه، الضمير والاخلاص، دول اكتر حاجتين ربنا من عليا بيهم، مش انا اللي بتميز بيهم. من حضرتك توجهي لكل اولياء الامور اللي بيتابعونا وشافوا البودكاست ده النهارده، عايزين حضرتك توجهي لهم رساله. كل ولية امر بقول لها ابنك او بنتك امانه في رقبتك، بقول نفس الجمله، ابنك او بنتك امانه في رقبتك، دي زرعتك اللي لازم تتقي الله فيها نفسك، وتيجي على مصلحتك، وتيجي على بيتك، وتيجي على حياتك، وانك تنسي نفسك وانت ماشيه في السكه علشان توصل ولادك لبر الامان. بنشكر حضرتك جدا يا مس أميرة في نهاية اللقاء أو في نهاية البودكاست، يعني شكر عظيم جدا على كل ما أضفتيه وكل نقطة اتكلمنا فيها، كل حاجة بسطناها ووضحناها لأولياء الأمور. شكرا جدا لحضرتك. أنا اللي باشكرك يا أستاذ إسلام إن حضرتك اخترت الأسئلة اللي طلّعت فيها فكري، وطلّعت فيها اللي جوايا اللي أنا عايزة أوصّله لأولياء الأمور، شكرًا لحضرتك.
شكرا جدا لكل متابعين بودكاست. النهارده كنا مع أحد النخبة، ضيف عزيز علينا، مدرسة وتقدم قيمة كبيرة جدا للمجتمع. نفسنا نشوف كل المدرسين زيها، ونفسنا كل أولياء الأمور يشوفوا الحلقة ويستمتعوا بكل حاجة كانت خلالها. بودكاست سوهاج النخبة، شكرا جدا لحضراتكم، ونلتقي في لقاء آخر يا بإذن نغم الله. الروح، شكرا جدا. صوتك بيروي للعالم حكمة البوح. من سوهاج النخبة فكرة بتنور دروب، ترفع راية الحق وتسمو فوق كل الصعاب. هنا يرتقي الفكر في حوار راق وأصيل، وهنا سوهاج النخبة مسك الختام الجميل.